في الحقيقة أنا كنت محتار أبدأ الحلقة دي إزاي، وكمان ما كنتش عارف هاتكلم عن إيه، بس رسيت إنه في فترة التمانينات دي لازم ولا بد نتكلم عن ليالي الحلمية، الأشهر والأكثر انتشارًا بطبيعة الحال، ولو إن عنوان أعظم مسلسل في تاريخ الدراما المصرية عنوان مش عادل تمامًا، لأن في أعمال كتير جدًا تضاهي عظمته، واتعرضت برضه في نفس الفترة، وكمان من نفس الكاتب اللي هو أستاذنا أسامة أنور عكاشة. فأهلًا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن ليالي الحلمية ودراما التمانينات. وقفنا الحلقة اللي فاتت من بعد مسلسل أحلام الفتى الطائر عند فترة السبعينات ونهايتها باغتيال السادات سنة 1981 وبعده تولي مبارك حكم مصر. في الحقيقة وفي اللحظة اللي أنا بكتب فيها الحتة دي من الحلقة اللي هو أنا قاعد بكلمك فيها دلوقتي يعني أنا مش عارف هتكلم في إيه، أو ويعني هل نبني الحلقة دي زي اللي فاتت ولا نغير؟ حقيقي مش عارف. بس تعالى نفهم الفترة اللي احنا فيها بدايات عصر مبارك كانت عاملة ازاي، واللي هو بدايات عصر مبارك ما كانش فيها حاجة ملفتة للانتباه قوي. هو نفس المجتمع المتهالك من الفترات اللي قبل كده، فالناس كانت منتظرة التغيير وكل الكلام الجميل ده طبعا، ولكن بعد ما قعدوا حبة حلوين اكتشفوا انه تقريبا مش هيكون في تغيير، واللي هو ايه هنبقى على الحال بتاعنا ده دايما يعني. فالواحد في الفترة دي وقف مع نفسه شوية، والمجتمع وقتها بدأ يفكر أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا كنت إزاي زمان أصلا ودلوقتي بقيت عامل إزاي؟ أنا لازم أقعد وأفتكر أنا بيحصل معايا كده ليه دلوقتي؟ وبالفعل بنشوف على المستوى السينمائي أولا أفلام كتير بتنتقد في الفترات الزمنية اللي قبل كده وبتظهر سوء الفترات دي في كتير من المواضع. وعلى المستوى الدرامي بقى انتشرت في عصر بدايات مبارك المسلسلات الدينية أولا، وبعدها المسلسلات الاجتماعية. وهنا كانت اللعبة، لأن بسبب تدهور المجتمع من الفترات اللي فاتت فالمشاكل بدأت تنتشر، ومش بس كده لا كمان تتشابه، يعني المشاكل بقت شبه بعض يعني. فبدأنا نشوف صراعات على الورث مثلا، صراعات على الانتقام والأخذ بالثأر، مشاكل عائلية منتشرة وكل الكلام دوت. وبدأت الذروة للدراما المصرية من وجهة نظري في فترة الثمانينات، وده مش عشان حاجة لا، عشان الأسامي اللي بدأت تظهر وتلمع في الوقت ده. ومن الأسامي دي كان عمنا أسامة أنور عكاشة. كده بقى رجعنا وقفنا تاني، فكده عرفنا بقى احنا رايحين فين في الحلقة. أسامة أنور عكاشة واللي بدأت معاه فعلا فترة القوة في الدراما المصرية، وطبعا مش محتاج أرص لك أعماله، كفاية الشهد والدموع والراية البيضاء والليالي الحلمية بأجزائها كلها طبعا. وطبعا زي ما قلت لك إن الفترة دي هي فترة الذروة في الدراما المصرية، وبدأنا من هنا نؤسس شكل الدراما اللي هيستمر لفترة وهيبقى في القمة، وبعدها هينحدر للي بنشوفه دلوقتي. فخليني أبدأ معاك بملامح العمل الدرامي عموما اللي كانت موجودة واللي طلعت لنا أعمال عظيمة جدا، وهي مبادئ عامة في الكتابة عموما، بس وجب علينا قبل ما نتفرج على أي حاجة نعرف المبادئ دي عشان نحكم على اللي هنتفرج عليه. والمبادئ اللي هنتكلم عنها دي تحدث عنها استاذنا محمود عبد الشكور في بوست عنده على الفيسبوك، يعني اسيبه لك تحت في الديسكربشن تخش تقراه. يعني اول شيء وهو متعلق بالشخصيات، وهي فكره ان الانسان مركب رمادي، لا هو ابيض ولا هو اسود، بمعنى لا يوجد شخصيه شريره في المطلق ولا خيره في المطلق. هدف الدراما عموما هو ايضاح عيوب الشخصيه ونشوف ونحلل جوهر الطبيعه بتاعتها. المبدا الثاني وهو فكره ان الدراما افعال لا اقوال. الحته دي تشبه في السينما قاعده شو دونت تيل، بمعنى انك توريني الاحداث والافكار اللي انت عايز توصلها لي، مش تقولها لي على لسان الشخصيات او باي طريقه. وما ينفعش برضو توصف الشخصيات على لسانها، يعني ما ينفعش شخصيه تقول لك انها شريره او طيبه او تقول كده على لسان شخصيه تانية، لان في عناصر كتير تستخدمها من حوار وشخصيات وحركه وشكل المشهد عشان تخلي المشاهد يعرف معلومه معينه او معنى معين، لان المعنى ما ينفعش يوصل مباشر، لان المباشره عدو الدراما. القاعده الثالثه في الدراما هي انها ليست نسخه من الواقع ولكنها رؤيه له من خلال ذات الفنان. الواقع هو مجرد ماده للدراما ولكنها اعاده بناء له من خلال موهبه المؤلف الذي يمتلك حريه مطلقه في ان يعيد رسم الشخصيات كيفما يريد، بل وله ان يتخيل ما يشاء. القيد الوحيد عليه هو ذلك المنطق الموازي الذي اصطنعه هو نفسه ليسير عليه. هو تلك الملامح التي عرفت بها شخصياته،
فلا يجب أن تتصرف على النقيض منها بدون أي مقدمات حتى لو كانت الأحداث حقيقية، فإن مؤلف الدراما ملزم بعمل منطق وبناء مقنع. الواقع هو ما حدث فعلا، أما الدراما فهي ما أريد إقناعك بأنه يحتمل أن يحدث، هي فن الإقناع بأن ذلك الأمر ممكن ومحتمل التصديق. والقاعدة الأخيرة وهي أن لا دراما بلا صراع، يعني لازم يكون في صراع في أي عمل، سواء بين شخصيات وبعضها أو بين شخصية ونفسها، لأن ده فعلا اللي هيخلق لك أحداث وكمان هيخليها تتقدم مع الوقت، زي حياتنا بالظبط مليئة بالصراعات والمعارك الشخصية أو اللي بنشوفها حوالينا. وطبعا بعد كل الكلام ده مش شرط يكون كل عمل درامي تتوفر فيه الشروط دي يعني، لا، بل في أعمال بتطور على الموضوع ده وبتكسر القواعد دي كلها أساسا وبتبدع من عندها، تخلق أنواع جديدة. يعني من الآخر مش دي الوصفة اللي الكل بيمشي عليها، بس واجب نعرفها عشان نطبقها على مسلسلنا اللي هنتكلم عنه النهارده وهو ليالي الحلمية. وخلينا نبدأ بحكاية المسلسل ببساطة. الخط الأساسي في القصة بتاعتنا هو إن في شخصية اسمها سليمان غانم، عمدة من الصعيد. العمدة ده بينزل مصر بالتحديد الحلمية عشان ياخد بطار أبوه من سليم البدري الباشا الغني اللي عايش في الحلمية، عشان أبو سليم موت أبو سليمان غانم محصور عشان اشترى تقريبا كل املاكه. يمكن ده الخط الاساسي في المسلسل واللي بنبدا معاه المسلسل لما بنشوف توفيق البدري ابن عم سليم وهو بيتصل بمرات سليم عشان يسالها اذا كان يبيع ولا يشتري الاسهم في البورصه بعد ما الاسعار نزلت، فقالت له بيع عشان سليم مسافر ومفيش حد ياخد القرار غيرها. سليم بيه لوحده هو اللي يعرف. وانا كمان اعرف. بيع يا توفيق. خطر يا هانم، خطر جدا. قلت لك بيع. فبيبيع لحد هنا وتمام. اللي مش تمام بقى هو المشتري اللي اشترى الاسهم اللي اتباعت وهو سليمان غانم. ومن هنا بيبدا الاكشن كله. بتشك مرات سليم فيه عشان بتعرف ان الراجل اللي كان مسافر معاه رحله الصيد مشي من بدري، فلما سليم بيرجع بتعمل معاه خناقه ولكن بيقنعها عادي. تاني يوم بيتفاجئ بحوار بيع الاسهم، مش بس مفاجاه واحده، لا مفاجأتين. الاولى بيع الاسهم والتانيه هي سليمان غانم اللي جاي ينتقم وياخد بطربه. مش بس كده، بتتوتر الاحداث اكتر واكتر لما بنعرف احنا كجمهور ان سليم البدري متجوز على مراته وبعد وقت قصير الموضوع بينكشف، فبتتوتر الاحداث اكتر واكتر في حياه سليم لانه بيضطر انه يطلق مراته ويعترف بمراته الثانيه اللي هي بالمناسبه كانت حامل. نزاك هانم تسكت؟ لا طبعا، تقوم هي تروح تتجوز سليمان غانم عشان تغيظ سليم البدري، وبالفعل بتنجح في ده وبيتاثر سليم بالموضوع لدرجه انه معاملته مع مراته بتتغير. ومع الحمل وهي اصلا عارفين ان عندها مرض في القلب من قبل كده، فلما بتولد بتموت. والمولود بخير يا سليم، بس هي شدوا حيلكم. بيعيش الولد الجنين اللي بتهتم بيه جدته ام سليم، واللي هي شخصيه كده سنها على طول الوقت اللي ظهرت فيه انها بتمثل الحكمه والرزانه ودايما بتتكلم بالعقل وبتتصرف بالعقل، فحقيقي كانت شخصيه مريحه للاعصاب كده. المهم نكمل. لما نزاك هانم بتعرف الاخبار دي بتطلق من سليمان غانم، ولكن ده بعد ما بنعرف انها حامل منه وكمان خلفت، وبعدها بترمي البنت لابوها وبتروح ترجع لسليم. على نواحي اخرى بقى من المسلسل بنشوف عيله عليا اللي هي مرات سليم اللي ماتت بتتاثر من ده جدا، فامها بتموت وراها وبيبقى من العيله دي الاب والاخت الكبيره اللي بعد كده هتتجوز توفيق افندي، وبعدها مش هيخلفوا ولكن هيربوا علي ابن عليا ابن سليم عندهم. وعلى الناحيه الاولى بقى بيبدا صراع تاني من نوع مختلف بين سليم وسليمان، وهو صراع سياسي على كرسي البرلمان. بيبدا سليمان غانم يتقرب من الناس بتاعة الدايرة بالفلوس والهدايا عشان يكسب الكرسي، فبيقلق سليم، ولكن كبارات البلد اللي وراه بيطمنوه. وبيكمل سليمان في لعبة التقرب من الناس، وبنبدأ احنا كجمهور نحتار مين هيكسب سليمان ولا سليم. ولحد آخر لحظة عند إعلان النتيجة كنا مش متأكدين قوي مين هيكسب، لحد ما بيكسب سليم البدري، واللي بتبقى ضربة قوية جدا لمخططات سليمان غانم كلها، وبيكون ردله ألم إنه اتجوز مراته. طب ازاي يا زينب؟ فهموني يا ناس، فهموني يا هو. بيسافر سليم بره اوروبا وبيسيب امور المصنع والشغل لتوفيق البدري، بس برضه زي ما بيعمل توكيل بيع وشراء له بيعمل نفس التوكيل لمراته، وبعدين مراته بتكتشف الموضوع ده لانه ما كانش قايل لها، فبيختفي سليم بره وبيشكوا انه مش هيعرف يرجع تاني، فمراته بتنقل كل املاكه ليها ما عدا المصنع اللي توفيق افندي بكل حنكه ومهاره رجع الربع اللي اشتراه سليمان غانم منه في البورصه. فيعدي وقت طويل جدا ويبدا سليمان غانم بالهجوم بانه يشتري كل الغزل اللي في مصر لمده 2 قدام من الشركه اللي بيتعامل معاها مصنع سليم، لحد ما بيوقف مصنع سليم الشغل. في الفتره دي بيرجع سليم من بره متدمر وبيستقبل كل الصدمات دي،
وبيحاول يصلح واحدة واحدة بعد العديد من الانهيارات اللي حصلت له، وبيزور أخته اللي دخلها المستشفى المجانين عشان سمعته، وبيكتب المصنع باسمها. ومش بس كده، بتعدي السنين لحد ما بيواجه سليم البدري ضربة تانية لسليمان غانم، وهي إنه بيشتري أرضه اللي عرضها للبيع عشان خلاص كان بيفلس. وبنفضل على هذا الحال طول المسلسل، وكأننا في ماتش بينج بونج بين شخصين كل واحد بيوجه ضربة للتاني، واحنا بس قاعدين بنتفرج ومستمتعين بالماتش اللي داير قدامنا ده. بس الحقيقي اللي انا حكيته ده مش المسلسل كله، ده حتى مش الجزء الاول كله. في تفاصيل وشخصيات تانية كتير قوي مميزة، زي شخصيات عيلة السماحي مثلا، المعلم واخوه، المعلم صاحب القهوة اللي يعتبر كبير الحتة واللي يقدر يسيطر عليها، واللي شخصيته اول المسلسل حاجة واخر المسلسل حاجة تانية، يعني بيحصل له تطور ملحوظ جدا من بعد خروجه من السجن. ومع الحفاظ على وقاره كمعلم يعني وعلى هيبته، وحقيقي الممثل سيد عبد الكريم ورانا التطور ده في الشخصية بشكل مميز جدا. وعلى ذكر المعلم زينهم، فلازم نتكلم عن سماسم، الشخصية الأحب إلى قلبي في المسلسل حقيقة يعني. وما تسألش ليه، أنا ما أعرفش بصراحة، بس تحس إن ليها هيبة كده في وجودها، والهيبة دي جمالها بيتجلى لما تتكسر قدام المعلم زينهم. نعم الله عليك يا سي هتلر افندي. يلا يا اخويا نزل لنا شويه قهاوي على شويه شايات ووضب لنا قاعده جوه. انما لما عرفت انك انت هنا قلت يا اخويا حل محلك. وايه اللي جابك باسكندريه؟ يوه، دي حكايه طويله قوي يا زينهم، ما تتحكيش هنا يا اخويا. بس التفصيلة اللي كانت وحشة بقى هو ضعفها قدام شخصية سيد البي، اللي لما هدتها جابت ورا. يا تتحامي في دراعي يا هجيبهولك لحد هنا. ما يلا تشتغل يا واد انت وهو. ورقص يا حمديه ونورت يا سيد بيه. اجدع سلام يا واد لسيد بيه. وده السبب اللي مخليني يعني كاره التفصيلة دي. ليه؟ لأن أنا كنت عايز سماسم تفضل شامخة كده طول الموسم الأول عشان فعلا تحس بفرق التعامل اللي بيحصل لما بيحضر المعلم زينهم. بس أيا كان برضو ده لا ينقص من جمال شخصيتها في شيء. الشخصية الثالثة اللي مهمة جدا بالنسبة لي وهي شخصية توفيق أفندي، شخصية برضو من الشخصيات اللي تحبها بسبب هدوءها وذكائها وشجاعتها، واللي كل الأسباب دي بتجتمع في شخص واحد عشان تبين لك قد إيه هو قوي جدا من غير فرد عضلات او اي صوت عالي مثلا. اما بقى لو جيت للشخصيات اللي تكرهها في المسلسل، زي شخصيه نزاك هانم مثلا، مرات سليم، ودي بصراحه عظمتها تكمن في انها ليها بعض اللقطات الحلوه اللي هي برضو مش في الشر المطلق ولا في الشر لمجرد الشر، لا، هتلاقي دايما عندها اسباب لافعالها، وده برضو هيخليك تكرهها. بس الأهم إنها ما تبانش شخصية كرتونية. أما بقى لو جينا لآخر اتنين شخصيتين معانا يعني هم سليم وسليمان، فالشخصيتين دول بالنسبة لي ما تقدرش تحدد مين فيهم أحسن من التاني، لأن لكل منهم عيوب ومميزات، بس ده جوه الشخصية. أما بقى بره الشخصية في التجسيد بتاعها يعني، فأنا أميل أكتر لشخصية سليمان غانم، لأن تجسيدها هيكون أصعب بكتير من تجسيد شخصية الباشا الغني. وبكده نكون اتكلمنا عن تميز مسلسلنا كتابيا عامل ازاي، وازاي الصراع داخل تقريبا في جميع نواحي المسلسل بشخصيات متقنة الرسم. بالنسبة بقى للنواحي الإخراجية، فمش عايزين نغفل الجزء ده في الصناعة، واللي هو في المسلسلات بيبقى تأثيره خفيف نوعا ما. في المسلسلات بالذات زمان، ممكن الموضوع اتطور أكتر دلوقتي يعني، والاهتمام زاد شوية، بس على العموم بنتكلم في ان في بعض اللحظات اللي بيتجلى فيها الاخراج بشكل مميز. عندك مثلا المشهد ده في الحلقة الرابعة الموسم الاول، هتلاقي سليم بيكلم والدته وبيقول لها ان كفاية عليا وهبت حياتها عشان تخلف الولد الصغير ده. فالمخرج هنا عمل ديزولف بين صورة عليا اللي على الحيطة وبين الولد الصغير، وأظن لقطة ذكية ومفهومة جدا لأي متفرج. وكمان افتتاحيات المشاهد برضو في الموسم ده كانت مميزة جدا. مثلا مشهد دخلة نزاك هانم على سليمان غانم، شاف السجع. المشهد بدأ على إيد نزاك هانم وهي بتمسك بالسرير من شدة خوفها من سليمان، وقيس على ده مشاهد كتير بقى، حركة الكاميرا، الزوم اوت في بداية المشهد. في النهاية بقى أنا كده ممكن أكون اتكلمت عن الموسم الأول بس من التحفة دي، وصدقوني نفسي أتحدث بالتفصيل عن كل جزء، بس الموضوع على قد متعته على قد ما هو مرهق جدا، ما تقدرش تمسكه من حتة واحدة. بس المميز فعلا في مسلسلنا ده انه زي ما احنا عارفين جامع كل الفترات اللي مرت بيها مصر من اول العصر الملكي لغاية بدايات عصر مبارك. الحلو قوي قوي في المسلسل ان هو لعب على الجبهتين، يعني وراك الطبقات الراقية جدا وتأثرها بالأحوال السياسية، ووراك برضو الطبقات البسيطة جدا وتأثرها برضو باللي بيحصل حواليها، والصراع بقى يا معلم بينهم، وشخصيات بتلوح في الأفق حواليك في جرعة من المتعة والانغماس داخل المسلسل، ومع ذلك غير منفصل عن الواقع. وبس كده،
دي كانت كل حاجه عندي للفيديو دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واعذرني على الدبانه اللي عماله تتحرك دي، معرفتش اتخلص منها، بس يعني سلام.